قصة حزينة. اليوم كنت بالجراند كنيون بحيفا، المهم كانوا معي صحباتي، فتنا ناكل همبرجر. نحن عم ناكل في بخلقتنا كان في 3 شباب اولاد، يعني 18 19 او 20، كتير حلوين كتير حلوين جايز حرفيا، يعني متأكدة انه الشاب فوق 18 سنة. كان هيك ابصر شو عم يعملوا هيك شوبينج ومش شوبينج. المهم شفته بمحل الاكل، بعدها قررت الحقه، صرت الحق الشاب انا حرفيا من كثر ما هو حلو. اخر اشي وصلنا على ريبار، الشاب طلع اسمه فادي. اي شاب بيعرف واحد اسمه فادي كان بالجراند كينيون اليوم وشاب حلو، ابعتوا لي انستغرام، وحرفيا لازم اعرف من هذا الحدا اللي كثير حلو حرفيا جايز داب. خليه يودي لي هدى على الانستغرام. حاسه حالي رح اوصل على المستشفى اذا بعرفش اسمه اليوم مع عيلته. فادي اذا بيهون عليك اصل اليوم المستشفى واصل رمبم ما تودي رساله، بس اذا ما بيهون عليك وعن جد بتحس انه انا ممنوع اوصل على المستشفى ودي لي رساله ما تكسر قلبي. كان معه اصحابه كمان، اصحابه اذا شفتوا الستوري بعثوا له. قدرين تفهموا قد الشعور بشع انكم تشوفوا حدا حلو ولا تعرفوا اشي عنه، يعني بالصدفة صاحبه عيط له فادي، فهمتوا انتوا؟ حرفيا انا ما كنتش عارفه ايش اسمه، حرفيا بالغلط الشاب صاحبه عيط له من جازوا كاسات ريبر يقول له فادي الكاسات من هون، فانا عرفت انه اسمه فادي، بس انكسر قلبي لانه انا عملت حركه ورا هاي الشغله. اذا بحكي لكم فركبت بالسيارة وهني كانوا تحت بالمينوس 2، وصرت أصرخ فادي أقوي صوتي، أصحابي قدروا يتصدموا بس شافوني. فادي تخافش إذا بعت لي رسالة على الانستغرام والله ما رح أحكي لحدا إنك بعت لي، اطمن يا عمري. بعت لي رسالة قل لي أنا فادي وخلص، والله العظيم ما رح احكي انه انت بعت لي اصلا، ولا رح افضحك ولا نيتي مفضيحه تجاهك، نيتي نحكي انا وياك